عارف اللي بيجمع بين فنان بيلبس لبس غريب عن المسرح، وبين ملك اتعزل من عرشه، وبين ورقة الدولار اللي في جيبك، وبين اللي بيحصل النهارده تحت أساسات المسجد الأقصى؟ للوهلة الأولى هتفتكر إن كل ده ملوش أي علاقة بالتاني، بس الحقيقة لأ. ما تستغربش لو صحيت الصبح وفتحت الفيسبوك ولقيت الخبر الأول هو انهيار المسجد الأقصى، وما تستغربش أكتر لما تلاقي العالم كله بيقولك ده وقع لوحده عشان قديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صاحبي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. تعال نبدأ من الآخر. ليه ممكن فنان زي محمد رمضان او احمد سعد او مصارع زي جون سينا يعملوا حركات ولبس يخلي الناس تضحك عليهم؟ النهارده انا جاي اكشف لك مخطط عالمي شغال قدام عينك وانت مش واخد بالك، من اول فنان بيذل نفسه لحد جرافه بتحفر تحت القبله الاولى للمسلمين عشان هيكل هم موعودين بيه. وخليني برضو ابدا معاك بسؤال بسيط جدا: لو في جماعه بتحكم العالم، ليه في حروب؟ ليه في الرؤساء بيسقطوا؟ ليه في ازمات اقتصاديه بتاكل الاخضر واليابس؟ المنطق ان اللي بيحكم يسيطر ينظم، مش يسيب الدنيا تولع. يبقى يا اما نظريه الماسونيه مجرد خرافه، يا اما احنا فاهمين فكره التحكم غلط من الاساس. والفيديو ده انا مش جاي اقول لك ان في ناس قاعده في غرفه ضلمه وبتمشي العالم على مزاجها، لا، فكك من جو المؤامره ده. الفيديو ده هيقول لك حاجه اخطر بكتير. قبل ما نكمل عايزك تبقى صريح مع نفسك. انت متأكد انك اخترت افكارك بنفسك؟ هل انت وصلت لقرارك لوحدك؟ شايف العالم بعينك مش بعين حد غيرك؟ ولا في حد علمك تفكر ازاي تقبل ايه وترفض ايه ومن غير ما اقولك انا بعلمك؟ لو السؤال ده ضايقك يبقى الفيديو ده معمول عشانك. انا كنت ماشيه بمزاجي. انا بقيت حاسه ان انا في حد هو اللي ماشيني، والعالم مش بقصد بيه العالم، الناس في توابع هتحسم الموقف ده قريب. تعالى نحكي الحكاية من الأول. مين الماسونية أصلا؟ وإيه علاقتها بهيكل سليمان المزعوم؟ وإيه علاقتها بهدم الأقصى؟ عشان ما تتوهش من بعض خلينا أبسط لك الحكاية من جذورها. الكلمة دي معناها البنائين الأحرار، وعشان تفهم اللي بيحصل في القدس دلوقتي لازم نرجع ورا 700 سنة قبل الميلاد. الحكاية كلها بتتمحور حوالين شخصية أسطورية عندهم اسمها حيرام أبي. طيب مين العم حيرام ده؟ ده كان المقاول أو المهندس العبقري اللي الملك سليمان استعان بيه عشان يبني الهيكل المشهور في القدس. بقول لك بقى إن حرام ده عم الحاج كان معاه سر المهنة وكلمات سر ما يعرفهاش غير المهندسين الكبار، وفجأة كده طلعوا 3 من العمال الطماعين اللي شغالين تحته وزنقوه وهو بيصلي وقالوا له هات السر يا اما لا اقتلك. الراجل رفض يبيع الامانه، فقاموا ضربينه بالمطرقه على دماغه وقتلوه. هنا بقى السحر والحبكه الماسونيه خدوا قصه حرام ابي وعملوا منها دراما كونيه. قالوا اننا احنا الورثه بتوعه واحنا البنايين اللي هنكمل اللي بدأه. ومع الوقت الموضوع اتحول لشبه دين او عقيده سريه، بيعتبروا ربنا هو المهندس الاعظم للكون. هنا بقى لازم تسأل نفسك سؤال بمليون جنيه: ما ليه مهووسين بموضوع بناء الهيكل المزعوم ده؟ وليه هيكل سليمان بالذات؟ بص يا صديقي، الماسونية مرتبطة بشكل مباشر بالعقيدة الصهيونية. الأسطورة اللي حكيناها عن المهندس حرام أبي وبناء الهيكل مش مجرد حدوتة تاريخية. الماسونيين بيؤمنوا إن كمان نظامهم العالمي مش هيحصل إلا لما يرجع المهندس الأعظم يسكن في بيته، وبيته ده بالنسبة لهم هو هيكل سليمان اللي هم بيدعوا إنه موجود تحت المسجد الأقصى في بيت المقدس. علشان كده طول السنين اللي فاتت كل عمليات الحفر والأنفاق اللي بتسمع عنها تحت القدس واللي بتهدد بانهيار المسجد الأقصى هي في الحقيقة تنفيذ لمخطط ماسوني. هم مش بيدوروا على آثار، يعني هم بيجهزوا الأرضية عشان يبنوا الهيكل الثالث. يعني من الآخر كل الرموز وكل النفوذ وكل الفلوس اللي بجمعوها هدفها النهائي يصب في موقع بناء واحد وهو ساحة المسجد الأقصى. ومن هنا تفهم ليه محفل بني صهيون كان مهتم جدا بمصر وبالمنطقة العربية، لأننا احنا باختصار اللي في وش المدفع، واحنا اللي أرضنا فيها السر اللي هم عايزين يوصلوا له. تعالى بقى للسؤال الأهم: الماسونية دخلت مصر إزاي؟ الماسونية دخلت مصر صديقي مع نابليون. أول محفل كان اسمه إيزيس. تخيل إن مصر كانت مرتع ليهم. الخديوي إسماعيل نفسه كان مشجعهم عشان يتقرب من أوروبا، والأسماء اللي انضمت لهم تخض حرفيا: جمال الدين الافغاني، سعد زغلول، ادريس راغب، وحتى فنانين زي يوسف وهبي. الماسونيه استخدمت الاسماء ديت عشان تغلغل اجندتها في مفاصل الدوله لحد ما جت لحظه الحقيقه في 1948، اللحظه اللي وقعت فيها الاقنعه لما المصريين اكتشفوا ان محفل بني صهيون اللي في قلب القاهره هو اللي بيمول وبيهندس هجره اليهود لفلسطين. هنا جه الرئيس جمال عبد الناصر في 1964 وقفل المحافل دي بالشمع الاحمر وصدر ممتلكاتهم لانها ببساطه كانت طابور خامس للصهيونيه. طيب ليه لسه لحد النهارده بنشوف رموزهم مع مشاهير كبيره جدا زي محمد رمضان او المصارع جون سينا؟ بص يا سيدي، الماسونيه عباره عن سلم درجات حوالي 33 درجه، وعلشان تطلع درجه واحده بس لازم تثبت ولائك. الملفات المسربه من الدارك ويب بتقول ان مراسم التكريس بتعتمد على الاذلال. بتدخل المحفل حافي عريان الصدر ومعصوب العين وحبل مشنقه حوالين رقبتك. لما تشوف فنان عالمي فجاه يلبس لك لبس ستات او يعمل حركات غريبه، هو هنا بيذل نفسه عشان يترقى لدرجه اعلى. انت بتبقى ترسف مكنه والبيعه دي ثمنها كرامتك.
كل اللي فات ده يا صديقي كان تمهيد بس للي بيحصل على الارض دلوقتي. اللي فات ده ولا حاجه تقريبا قصاد اللي جاي. اللي فات ده حماده واللي جاي ده حماده تاني خالص. الربط اللي هيخليك تترعب هو ان الماسونيه الصهيونيه ما عندهاش هدف اغلى من بناء الهيكل الثالث مكان المسجد الاقصى، بس هم اذكى منهم يدخلوا يهدوه بجرافات قدام العالم وتتفتح عليهم نار جهنم. اللعبه القذره اللي شغالين عليها وهي هندسه الانهيار التلقائي. طيب بيعملوا ايه بالظبط؟ من فوق الارض تلاقي اقتحامات بالاف المستوطنين وصلوات تلموديه عشان يفرضوا واقع ان المكان بتاعهم. من تحت الارض بقى انفاق بعمق امتار تحت السور وتحت الاساسات في كتمان دولي رهيب. وده على فكره كان من اهم اسباب 7 اكتوبر. العمليه اللي تم تسميتها بطوفان الاقصى كان اهم هدف من اهدافها ايقاف اللي بيحصل ده. وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة. بس للاسف يا صديقي الخطه بدات ترجع من جديد، وخاصه في اليومين دولت. الخطه انهم يفرغوا الارض من تحت المسجد بحيث اي زلزال صغير او مع الوقت المسجد ينهار من نفسه، وساعتها يقولوا للعالم والله المسجد كان قديم وقع لوحده، تعالوا بقى نبني الهيكل بتاعنا. طيب في سؤال مهم، احنا ليه ما سمعناش واحد من بتوع الماسونيه دول طلع قال كلام زي ده؟ يعني مفيش حد تاب مثلا؟ الموضوع اكبر من كده بكتير يا صديقي. انت تعرف يا صديقي ان اللي بيدخل المحفل بتاعهم بيحلف قسم انه لو خاف او خان السر احشائه بتتنزع وتترمي للوحوش، عشان كده مفيش حد بيقدر يتكلم. هم مش بس بيحفروا تحت القدس، هم بيحفروا في وعينا، بيعلموا اولادنا رموزهم في الكرتون وفي الافلام وفي الاغاني عشان لما الحدث الكبير يحصل نكون احنا اصلا اتبرمجنا اننا نتقبل ده. الماسونيه مش شبح، دي جرافه شغاله تحت بيتك وانت نايم. هم مش محتاجين يخبوا وشوشهم دلوقتي لانهم بقوا بيحكموا بالخوارزميات والفلوس والنفوذ. يا جماعه اللي بيحصل في الاقصى النهارده هو المرحله الاخيره من مشروعهم. انشروا الكلام ده، عرفوا الناس ان الحفر مش بحث عن اثار، الحفر هو هدم متعمد بغطاء هندسي. احنا في ترشي بالعربي دورنا ننور الضلمه والدور عليك انت تفتح عينيك. دي كانت الحياه يا صديقي بدون تجميل. وبس كده وسلام.